الزمالك راجع بقوة، وكان الموعد اليوم مع مباراة الإسماعيلي، وبعد بداية ساخنة وقوية ومفيش أروع من كده تأتي الدقيقة 7 وعبد الله السعيد يحرز الهدف الأول من علامة الجزاء، وبهذا الهدف انتهى الشوط الأول. أما في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 56 علي دباغ يضاعف النتيجة ويحرز الهدف الثاني بعد خطأ صراحة لا يغتفر لمدافع نادي الإسماعيلي. وبكده بتنتهي المباراة بفوز الزمالك 2-0، والزمالك يرفع رصيده للنقطة 16 ويبعد بخطوتين عن النادي المصري. هنا يأتي السؤال: بعد عودة الفارس الأبيض للقمة هل يستمر في الصدارة؟ متنساش تصل على النبي عليه الصلاة والسلام